السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى جايلكم بوصفة حلوة كده قوي. عاملين بقى ايه؟ صينية خضار باللحمة. صينية حلوة قوي وحاجة كده جميلة وحاجة مغذية فيها جميع الخضار وكله شارب من بعضه، حاجة كده من الآخر كده تحفة. يعني ما شاء الله عليها كده، اما تحط صينية زي دي كده على سفرتك في رمضان يعني تبقى حاجة جميلة قوي، مع بقية ايه أصناف تانية بسيطة برضو، لأن هنا انت عاملة جميع الخضار في الصينية دي. يلا بينا بقى على الوصفة والطريقة، وتنسوش بقى اللايك وشير واشتراك في القناة. بحبكم في الله. يلا بينا على الوصفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة بقى يا حبايب قلبي هنعمل ايه؟ هنعمل النهاردة بقى إيه ورقة لحمة كده بالخضار. معانا هنا الخضار بتاعنا بصل، والمعلقة ديت انا طحنة فيها فصين توم وجزر وبطاطس وطماطم وفلفل الوان، ومعانا هنا ايه البسلة. تمام يا حبايب قلبي، انا مقطعه الخضار بتاعي وايه وحطاه في الصينيه بالشكل ده كده، الكاميرا بالشكل ده اهو. بسم الله ما شاء الله. نعمل بقى مع بعض كده صينيه ايه خضار كده باللحمه، او طاجن خضار باللحمه زي ما تسموه. معايا هنا بقى الطاسه دي فيها حته زبده كده، ابدا بقى انزل بيه ايه باللحمه فيها كده، اديها بقى تشويحه حلوه كده. دي لحمه بتلو كنت جايباها. انزل بقى شويه ملح صغننين وشويه فلفل كده، اديها بقى تشويحه حلوه كده تاخد لون حلو معايا. هنا يا بنات اللحمه خدت معايا لون حلو قوي اهو بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله، لونها حلو قوي. انا بقى يا بنات انا هنا الصينيه حطيت فيها ورق ألمونيا بالشكل ده، طبعا ايه صحيا يعني نحط الخضار على ورق ايه الزبده بالشكل ده. نبدا بقى بالبصل كده. طبعا انا ما حطيتش اي توابل. التوابل بتاعتي يا بنات ورق الغار، ملح، فلفل اسمر، بهارات. البهارات دي انا عاملاها لاي نوع من انواع الاكل، شويه فابريكا. نبدا بقى ايه على البصل طبعا كده شويه ملح وفلفل كده وشويه توم وشويه كوسه وبعدين البطاطس بالشكل ده كده. هنا ايه شويه طماطم. طبعا انا هحط ايه شويه انا حطيت هنا الخضار كله والبسله وكله تمام. نبدا بقى من ايه نحط بقى شويه فلفل اسمر والتوابل، ورقتين من ورق الغار، شويه فابريكا حلوين كده تمام يا بنات بالشكل ده كده. ابدا بقى ايه ارص بقى اللحمه بتاعتي بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله، ريحتها حلوه قوي. انا بقى ايه خدت بقى ايه مكان الزبده حطيتها برضو عليها. حط بقى ايه بقيت معلقه الثوم بالشكل ده. نغطيها بقى بقيه الخضار اللي معانا نغطيه بيها
نبدأ نرش عليها شوية فلفل أسمر وملح بالشكل ده، ونحط بقى بقية الخضار بتاعنا اللي معانا كله. تمام يا بنات، بالشكل ده كده. أكلنا بسيط وأفكار بسيطة ليكي في رمضان. يعني بدل ما تعملي بقى شوية خضار واللحمة، ورقة خضار مغذية ومفيدة وحلوة قوي على سفرتك في رمضان، يعني تشرفك في قدام ضيوفك. بسم الله ما شاء الله. يعني من ضمن الأصناف اللي انت هتعمليها تبقى حلوة قوي على السفرة. صلوا على النبي يا جماعة كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهاردة بقى الجمعة، اكثروا من الصلاة على النبي. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنبدأ بقى نحط بقية التوابل بتاعتنا بالشكل ده كده عليها. انا بقى احط لها مكعب مرقة، دي حاجة يعني اختياري لكي، ومعاها مكعب من الزبدة برضو. الحاجات دي كلها كده اختياري، يعني عايزة تحطيها حطيها، مش عايزة تستعمليها مش مشكلة. انا هنا بقى احط مكعب الدجاج بتاعي اهوت. نبدأ بقى نقفلها قفلة حلوة قوي عشان الخضار بتاعنا كله يستوي كويس بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. مخدتش منك اي وقت، والخضار موجود. ممكن تحط عليها برضو فاصوليا خضراء لو حابه تحطي، يعني انا في انواع خضار كتير انا ما حطيتهاش عليها. هبدأ بقى ادخلها الفرن، وهنعمل جنبها شوية رز بشعرية. هنا بقى معانا حلة بقى على النار، نعمل بقى فيها شوية الرز بتاعنا. هننزل فيها مكعبين زبدة، شوية زيت صغيرين كده، الزبدة بس تسيح. وهننزل بالشعرية، شوية الشعرية بتوعنا. هنا بقى انا نزلت بالشعرية يا بنات. ندي بقى تحميرة حلوة كده للشعرية. والرز بتاعنا غسلينه. صلوا على النبي يا جماعة، صلوا على النبي. ولو وصلتوا بقى معايا لحد الرز كده، متنسوش لايك وشير للقناة. بحبكم في الله. ربنا كده يجعلكم كده نعمة في حياتي دايما يا رب. الشعرية بتاعتنا بدأت تتحمر اهي، وخدت لون زي العسل اهو معانا. بسم الله ما شاء الله. معانا هنا بقى كوبايتين كده مجين من الرز. ابدأ بقى كده انزل بيهم على الشعرية كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا هنا شوية الملح. وابدأ بقى هقلب بقى في الرز بتاعي. تقلبي بقى في الرز كده، ما تسمعي الشخلله بتاع الرز كده، الشخلله اللي انا سامعاها دي. بسم الله ما شاء الله. شويه رز بشعريه بقى جميل. نقلبنا بقى الرز بتاعنا بالشعريه كويس قوي. ننزل عليه بقى بالميه. بسم الله الرحمن الرحيم. سيبيه بقى على النار عالية لحد ما يغلي، وبعد كده تهدي النار عليه خالص. تخليها كده شمعة كده زي ما بيقولوا. الخضار بتاعتنا
باللحمة. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. حاجة كده بسم الله ما شاء الله، حاجة كده عظمة. بسم الله ما شاء الله عليها. بسم الله، جميلة ازاي ما شاء الله عليها. كده بقى الوصفة بتاعتنا النهاردة. بسم الله. صينية الخضار باللحمة والرز بتاعنا بالشعرية. نبدأ بقى كده الأكل بتاعنا جاهز، نبدأ بقى نغرف الأكل مع بعض. كده بقى يا بنات غرفنا الأكل بتاعنا. بسم الله ما شاء الله، شايفين الخضار بتاعنا كله استوى، واللحمة بتاعتنا بسم الله ما شاء الله دايبة دوب ازاي ما شاء الله عليها. هنا بقى احنا الوصفة بتاعتنا كان رز بشعرية وورقة لحمة بالخضار. النهاردة يعني الفيديو بسيط، وبديكوا افكار كده واكلات بسيطة كده لرمضان، وفي نفس الوقت تشرفك قدام ضيوفك. يا رب يكون الوصفة النهاردة عجبتكم. تنسونيش بقى في لايك وشير كده حلو منكم، واشوفكم فيديو جديد بإذن الله من مطبخ بشير الخير.